هو رئيس مجلس الوزراء الذي يعني خوله على الإشراف على 3 مستشفيات، وفي نهاية السنة يمضي 6 مليار دينار، وهذا رقم كأن هذه المستشفيات ما بها مدير ولا بها معاون ولا أحد يقدر يديرها إلا سرمد. سرمد هو اللي يدير، اشتغل ما اشتغل هو المبلغ في النتيجة راح ياخذه، عمل أو لم يعمل. العجيبة أنه وزارة الصحة تشكو من نقص في الأدوية، في المستلزمات، في كثير من الخدمات الطبية، نقص موجود، وصرحت به وطالبت من وزارة المالية بإضافة تخصيصات أكثر بغية تطوير الواقع الصحي، في حين إحنا نذهب إلى تعاقد على مستشفيات كبيرة من ضمنها مستشفى الإمام الصادق في الحلة. هذه كلها تعاقدات بمليارات على تعاقد إداري. تفاجأنا بأن حالة هذه المستشفيات بطريقة الاستثمار إلى سيد خميس الخنجر، وهذا خلاف النص وخلاف قانون النزاهة وخلاف قانون من أين لك هذا، وكذلك خلاف قانون الأحزاب. لكن نتفاجأ بأن هذه الاستثمارات والعقود حيلت حتى بدون مناقصة أو يعني أنه حق دخول الغير في حق المناقصة.